راني بيلعبها الى فرانشيسكو، عرضيه الكره ملعوبه عند جيري بيتقدم، جيري معه فيصل ابراهيم، فيصل يا سلام على فيصل بدوره في التغطيه. عامر ديب، الوحدات في الشوط الثاني شكل ثاني ابدا، ويمكن ظروف المباراه لم تساعد نادي النصر لكي يبقى مسيطر. اصابه دانيال كولمان بالفعل اثرت عليهم كثيرا، لكن رغم ذلك هذا قد يعني شيء انه فريق النصر قد يفعلها ويعاود التقدم. حتى الان احتمال ان نشاهد اكسترا تايم، نعم احتمال يبقى قائم طالما النتيجه 1-1 نصف ساعه لابد عنها اذا لم يكن هناك اي هدف من الفريقين، اي هدف للوحدات للنصر ابدا لن نشاهد اكسترا تايم، لن نشاهد وقتا اضافيا. كره على جهه اليسار، رأفت علي الى باسم فتحي، باسم بتقدم معه المدافع رقم 4 حمد الزكور، ورأفت عالية الكرة. عادل يوسف مدرب نادي الوحدات بالشوط الثاني اعتماده على رأفت من جهة اليسار ليكون هو مفتاح الهجمات، بالفعل ترك اثر ايجابي. رأفت حول كرات عرضيه خطيره من جهه اليسار واربك دفاع نادي النصر، وواحدة منها ادت الى هدف التهديد. ومن رمية التماس الى رمية التماس، رمية التماس الان نصراويه لا وحداتيه. الحكم طبعا يقول من مكانها عند الكابتن فيصل ابراهيم. فيصل، هيثم سمرين طويل، الكرة ملعوبة على جهة اليمين. حسن صاحب الهدف، حسن يحول كرة عرضية، يقطع المدافع اللي هو احمد العجمي طبعا المدافع البديل، هذا هو. عرضية، استغلال الاطراف من نادي الوحدات بالشوط الثاني، يعني الشوط الثاني اللي مضى منه 16 دقيقة وحداتية. نعم الدقائق ال 16 رغم ايضا كانت هناك فرصة غير عادية ابدا ضاعت على نادي النصر، كرة سعد الحارثي واللي ارتدت الى جيري وبعدها فيصل ابراهيم على الخط تماما. حلوة المباراة، حلوة الشوط الثاني بعد 1-1 الاداء صار احلى من الطرفين. التميز كان نصراوي في الشوط الاول ولكنه لم يستمر، وقلنا ان ظروف نادي النصر بالفعل في هذه المباراة اثرت، بالذات اصابة دانيال كولمان. والوحدات عاد وجمهوره عاد وتشجيع جمهوره عاد وحظوظه ايضا عادت. طويل الكرة ملعوبة مقطوعة بالرأس، هذه كرة طويلة. مصطفى شحدة اخذها، مصطفى مر من الحارثي، لمسة يد على ما يبدو وما يقول الحكم الحارثي صفراء. نعم محسن الحارثي صفراء. ليه؟ لانه يعني ما كانش يمنع انفراد كامل، القانون صريح لم يكن يمنع انفراد كامل، فبالتالي هو لمس متعمد للكرة، منع الهجمة ولكن لم ينفع انفراد، لم يمنع انفراد ولم يمنع هدف، فبالتالي بطاقة صفراء مستحقة الى كابتن نادي النصر محسن الحارثي اللي كاد ان يمر منه مصطفى شحدة. ركلة حرة وحداتية. هذا هو محسن الحارثي النجم النصراوي القديم والمخلص للقميص الاصفر. من يتصدر الكرة الوحداتية؟ في حسن، في طبعا باسم، وفي اشرف شتات، وفي عامر ديب. من يتصدى؟ يبدو الاقرب هو عامر ديب. عامر او حسن يلعبها لكن عند الحارس نفذها عفوا لاعب باسم فتحي 28 الظهير الايسر. باسم فتحي وحسن عبد الفتاح وايضا مصعب الرفاعي وفادي شاهين وعبد الله ديب، اسماء يمكن بدانا نشاهدها مع فريق الوحدات من العام 2004 مع المدرب والكابتن طبعا كابتن المدرب الوطني عيسى الترك اللي قدم اسماء شابه كثيره عندما درب الوحدات في موسم 2003-2004. كرة تمر، عامر ديب خطفها عامر لعبها عرضيه والحارثي يقطعها ومصطفى شحدي يتابع، سيطر عليها دفاع النصر، سيطر عليها. هذا احمد الخير، احمد بيلعبها على جهه اليمين الى فرانشيسكو، ترتد رأفت وانتو حلوه. رأفت بيلعب الكره البينيه، ما فيش تسلل، يتابعها شلبايه يحول الكره العرضيه وتمر، وحسن يضيع وكل الجمهور قام من مكانه.
يا حسن يا حسن، كاد أن يفعلها ويسجل للوحدات من جديد. حسن عبد الفتاح الذي حسن حظوظ الوحدات يتلقى كرة عرضية ولا أحلى. محمود شلباي ضرب التسلل، ما فيش تسلل، وفي تحسن وحداتي وفي سيطرة وحداتية وخطورة وحداتية أكثر بكثير. الشوط الأول كله أصفر، الشوط الأول تكلم باللون الأصفر ألوان النصر، والنصر تقدم بهدف وكاد يعني أن يسجل الثاني حتى يحسمها، لكن أيضا الوحدات عاد بالشوط الثاني. يعني تخيلوا الكرة اللي ارتدت من العارضة والكرة اللي أبعدها محمود قنديل بالشوط الأول، كانت فرص للنصر لو سجلت كان ممكن تحسم المباراة، لكن طالما 1-0 بقي الأمل الوحداتي قائم، وعاد الأمل مع الوصول إلى التعادل. مرتد الكرة، تأهل الرجاء المغربي إلى نصف النهائي. الوحدات أو النصر سنعرف من منهما سيتأهل. انبي مولودية سنعرف يوم 21 أكتوبر، وطبعا الوداد والهلال السوداني سنعرف يوم 22. لاحظوا الفارق الكبير بين هذه المباراة والتكملة، طبعا السبب استحقاقات موجودة بالذات في كأس الأمم الإفريقية. أمامية الكرة مقطوعة في الوسط من عبد العزيز الجنوبي، طويلة قاطع باسم فتحي، هيثم سمرين، أشرف شتات، إذن 21 فبراير نصف النهائي، و22 فبراير أيضا مباراة إياب ربع النهائي. يعني بالنهاية ستصل على يعني فرق طبعا لا يوجد ولا فريق منها تأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال العرب. ممكن اللقب يكون مغربي، ممكن سعودي، ممكن أردني، ممكن مصري، ممكن سوداني، علينا أن ننتظر، ممكن جزائري، لكن بالنهاية بطل جديد لدوري أبطال العرب. النسخة الأولى البطل الصفاقسي، الثاني الإسماعيلي، النسخة الثانية البطل الاتحاد، الثاني الصفاقسي، البطولة الثالثة الله أعلم من هو البطل ومن هو الوصيف. عرضية الكرة، فيصل إبراهيم، هدأ اللعب قليلا، كرة طويلة ملعوبة، عامر ديب، عامر ركلة مرمى. هذا عادل يوسف مدرب نادي الوحدات، درب العديد من المنتخبات العراقية. في العراق طبعا اشتهر بتدريب نادي القوى الجوية اللي هو واحد من أكبر أندية العراق، ودرب في الأردن الوحدات والرمث على مرات عديدة. وهنا طبعا سمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن رئيس نادي النصر. شاهدنا إذن في المنصة الرئيسة سمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن، وأيضا الأستاذ نضال الحديد له أمين عمان الكبرى ونائب رئيس اتحاد كرة القدم. هدأ اللعب كان ساخن جدا بالذات بعد تسجيل هدف. فرصة هنا فرصة هناك، الآن اللعب عاد ليكون هادئ. ما بعرف يعني هل سنشاهد وقتا إضافيا؟ ما فيش أهداف في وقت إضافي أبدا، ما فيش هد شباك في وقت إضافي بكل تأكيد. الوقت الإضافي أيضا ستبقى ميزة للنصر، يعني لو المباراة وصلت مثلا إلى 1-1 في الوقت الأصلي، وصلت إلى 2-2 في الوقت الإضافي، أيضا تبقى لصالح النصر على أساس هو يبقى يلعب على ملعب منافسه. لكن عندما تصل إلى ركلات الترجيح ما فيش فيها لا مضيف ولا ضيف، ركلات الترجيح انت وحظك، ولا زلنا يعني على بعد مسافة زمنية طويلة من ركلات الترجيح. محمد دابوندي طويلة، والفاول موجود لصالح مصطفى شحدة. ركلة حرة لصالح نادي الوحدات على اللاعب رقم 4 حمد الصقور. ركلة حرة.
4 فاولات على الوحدات، 6 على النصر السعودي. في انذار واحد طبعا على محسن الحارثي في المباراة لأنه لمس الكرة متعمد فقط، يعني ما فيش فاولات. مباراة تسيطر عليها الروح الرياضية رغم حساسيتها رغم أهميتها. مباراة تعني الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال العرب. وجيري يقطع الكرة وينتظر مساندة. جيري يلعب حلوة إلى فرانشيسكو، ولكن أقرب في التغطية اللي هو باسم فتحي، يترك الكرة على خارج الملعب. ركلة مرمى. فعالية النصر أقل، لكن كما قلت هو يعني يراهن على كرة مرتدة. وكاد النصر أن يسجل الثاني من فرصة غير عادية. في المرة الأولى بعدها محمود قنديل من سعد الحارثي وارتدت إلى جيري يلعبها في المرمى الخالي، لكن من قام بالتغطية الرائعة؟ المدافع وكابتن الوحدات فيصل إبراهيم. باسم، حسن عبد الفتاح يمر يلعب كرة أمامية. حسن عبد الفتاح بالمناسبة الهدف اللي سجله هو ثاني أهدافه في البطولة، سبق له أن سجل أيضا بمرمى الأهلي البحريني. ترتد عند جيري يتقدم يحول على جهة اليسار عند الحارثي يدخل منطقة الجزاء. الحارثي يحول كرة ترتد إلى الحارثي وفيصل مع الحارثي يخلصها منه، وبالفعل فيصل يقوم بالتغطية بشكل رائع جدا، يحولها إلى ركلة مرمى. فيصل إبراهيم كما قلنا بعد اعتزال الكابتن عبد الله أبو سمع أصبح هو كابتن منتخب الأردن، وأيضا هو حاليا كابتن نادي الوحدات. لكن نادي الوحدات عنده لاعب قديم يعني هو يحمل شارة الكابتن، لكنه بعيد عن الملاعب بالذات في دوري أبطال العرب بسبب إيقافه، كابتن سفيان عبد الله. طويل الكرة مقطوع على خارج الملعب. 20 دقيقة متبقي على نهاية الوقت الأصلي. بقول يعني مضى 25 دقيقة على هذا الشوط، شوط مضى بسرعة غير عادية. هذا أشرف طويلة يحولها، لكن يشتت عبد العزيز الجنوبي. عبد العزيز والحارثي، وكرة يبعدها فيصل من أمام الحارثي إلى رمي التماس. نجاح فيصل بكل تأكيد في مراقبة الحارثي، وهو لا يراقب لاعب عادي، لكن أيضا تميز فيصل، يتميز بالفعل. يقطعها فيصل. عامر ديب خلفية إلى فيصل، طويلة يلعبها في تغطية من المدافع أحمد العجمي. أحمد إلى عبد العزيز. حسن عبد الفتاح يحاول على اليمين إلى عامر ديب. عامر، حسن عبد الفتاح، سعد الحارثي. سعد يحاول بكعبه لكن أيضا تصطدم بفيصل. تعود لنادي الوحدات. لاحظوا أنه مدرب نادي الوحدات حتى الآن لم يجري ولا تبديل. ما بعرف هل يعني بحسبان أن المباراة ممكن تمتد لنصف ساعة أخرى. حتى الآن نعم هي ستمتد، لكن أيضا هو يعني أكيد سعيد الكابتن عادل يوسف، سعيد بعودة نادي الوحدات إلى المباراة في الشوط الثاني وحصوله على التعديل. وكرة طويلة عند عامر يستلمها. عامر ينتظر مساندة. عامر كرة تبقى تحت سيطرته، يلعبها أمامية إلى شلباية. يستقبل داخل منطقة الجزاء، كيف يتصرف شلباية ويلعبها شلباية. لم يفهمك مصطفى، بعيدة من شلباية إلى مصطفى، بعيدة. ركلة مرمى. ركلة مرمى محمد شريقي حارس نادي النصر. الحارسان هذا اليوم حقيقة لعبوا دور كبير جدا، يمكن هذا الدور يزيد ويزيد ويزيد إذا المباراة امتدت ووصلت إلى ركلات الترجيح. شريقي طويل الكرة. طبعا النصر تأهل إلى هذا الدور من خلال ركلات الترجيح على حساب أولمبيك أسفي المغربي، يعني فاز بكرات ترجيح أمام جماهير محلية، وهذا أيضا يعني يؤكد أن الفريق يستطيع أن يؤدي جيدا حتى وهو تحت الضغط الجماهيري من جماهير الفريق المنافس. رافت علي يحاول كرة طويلة عند مصطفى لكن أقرب المدافع، يشتتها الحارثي ويبعدها الجنوبي. تعود مرة أخرى إلى حسن. أشرف شتات إلى باسم فتحي. باسم إلى رأفت مضغوط يعيدها إلى أشرف. وحدات مسيطر، يمتلك الكرة أكثر، وكرة عرضية عند فيصل إبراهيم. فيصل بعليها فيصل داخل منطقة الجزاء ولمسها المدافع أحمد العجمي. تعود مرة أخرى 1-2. وحدات أكثر خطورة، وعامر ديب وداخل يلعبها بالراس. داخل أيضا محمود شلباية.
محمود شلباي صاحب الهدف التاريخي للأردن بمرمى اليابان في آسيا 2004. هي الكرة ملعوبة ولكن كرة عالية تماما. متميز محمود شلباي بضربات الرأس، وقبل 3 سنوات طبعا تم اختياره هداف العرب، كان أحسن هداف طبعا في البطولات المحلية، سجل أهداف وبالتالي نال الحذاء الذهبي كأحسن هداف عربي. طويلة محمد شريقي في الوسط، فيصل سيف دوسري، جيري، ترتد حسن عبد الفتاح حسن، باسم فتحي طويلة. لاحظوا محمود شلباي يحاول يهرب لكن ايضا دفاع يتدخل. تعاد الكرة مصطفى شحدة، يستلمها مصطفى ويسلمها الى عامر. واداء الوحدات بكل تاكيد فارق بين اداء الوحدات بالشوط الاول والشوط الثاني، والوحدات يكسب ركنية. الوحدات يكسب ركنية. على الارض هنا طبعا